ينجمش يقول المجتمع التونسي فيه ولا يجزم، لكن يعطي فرضيات، والفرضيات هذه بعد يحللها على انا مستوى، لازم يعمل دراسات ودي سونداج وما الى ذلك. لاني انا في يوم من الايام، سامحني مريم، في يوم من الايام نحكي مع لا فامي نتاعي، معناها مع العائله، قلت لهم راهو، قالوا لي كيفاش كتبت ارتيكل، قلت احنا جايين للارهاب، احنا ما عندناش، تونس مش نتاع ارهاب، عائلتي وانتم تضخموا في الاشياء ويستحيل. اليوم رجعت لعائلتي قلت لهم ما رايكم نضخموا في الاشياء والا احنا وصلنا، معناها اعطينا معناها دراسات وفرضيات وفعلا احنا نعيشوا فيها اليوم. لان وحتى الامني سامحني ماهوش متحضر 100%، ماهيش في ثقافته وفي ذهنيته انه هو يتحضر للارهاب. هو عندنا دكتور ناصر بالسنطارة، هو جوستومون رئيس الجمعيه التونسيه للدراسات الاستراتيجيه وسياسات الامن الشامل، نجم يعطينا رايه. اما يقولوا لي في الغجيد هولي عندنا ان دوبلكس مباشرة من سوسة. ملاك يزيد حاضرة في اجتماع النقابات الأمنيين اللي كانت مبرمجة اليوم الصباح العشاء، وما مازالوا لحد الآن مجتمعين. ملاك نستناو في اسمحني دكتور بالسلطانة. نعم مريم، مرحبا بك. نسمع كما قلت احنا موجودين في الاجتماع ويمثل جلسة عامة للنقابات الوطنية للحضور كافة النقابات هذوما كانوا في ضيافة النقابة الجهوية للأمن الداخلي سوسة. علاش الاجتماع هذايا اللي بدا اليوم 10 متاع الصباح؟ الاجتماع هذايا طبعا لتدارس وضعية الأمن اليوم، الأزمة اللي تعيشها البلاد وخصوصا التهديدات الإرهابية. للأسف من 10 متاع الصباح كان من المقرر لقاء الصحفي، يعني من 10 متاع الصباح الاجتماع مغلق حتى الماضي 3 كان مقرر اللقاء الصحفي للصحفيين، لكن لحد الساعة 7:10 والصحفيين كنا نستناو لأنه تم عرضوا على الصحفيين. منذ دقائق صعد زملائي الصحفيين القاعة الفوق باش يطلعوا على البيان اللي أصدروه الأمنيين، خصوصا أنه ممثل النقابة الوطنية قال أنه الأمنيين اليوم باش يحكيوا على قرارات مصيرية وتاريخية وحاسمة. أنا توا ما نعرفش محتوى البيان ومضمونه بحكم أنه زملائي صعدوا باش يستكشفوا معناها محتوى البيان هذايا. إن شاء الله من هوني 10 دقائق نكون نعطيكم أهم القرارات المصيرية والحاسمة اللي قدمتها اليوم النقابة الوطنية للأمن الداخلي. ملاك اليزيد، أكودا، قناة نسمة. نرجع لكم بعد 10. شكرا لك ملاك، واحنا نستناو باش نسمعوا القرارات هذيا، وكان فما اي حاجه ولا تسريبات مرحبا بك ملاك تتدخل معنا. نرجع لك دكتور ناصر بن سلطان، نحب تتفاعل مع الكلام اللي قالته سيده بدره قعلول فيما يخص يعني علاقه التونسي بالواقع نتاعو اليوم، وكيفاش نجموا نهيئوا يعني التونسي للي قاعد يصير امنيا تو في بلادنا. ساعة في البداية وهذا يعني واجب وفرض على كل إنسان تونسي أنه يعزي عائلات شهداء الوطن، سواء من الحرس الوطني أو من الأمن الوطني أو المؤسسة العسكرية. نعزي أيضا المؤسسة الأمنية والشعب التونسي، باعتبار أن هؤلاء استشهدوا وهم يدافعون عن مناعة وأمن هذا البلاد، هذا الوطن العزيز. بالطبيعة الصور اللي تفضلتوا عديتوها تعكس واقع معين، أولا واقع اجتماعي، ثم واقع الخوف والهلع التي أصبح يعيشه الأسر والمجتمع التونسي جراء الواقع الإرهابي اللي ولينا نعيشه فيه، واللي كان بطبيعة الحال هذا ما يمكنش يعني ربطه بما بعد الثورة فقط، ولكن حتى ما قبل الثورة، ولكن بدرجات مختلفة. لأن ما قبل الثورة بالطبيعة نعرفوا عمليات محدودة على امتداد عشريات، ولكن الآن يعني بوتيرة متسارعة، بوتيرة كبيرة. باش نفهموا الوضعية هذه من الضروري أنه نفهموا أيضا الخلفية العقائدية للجماعات الإرهابية، واللي هما معروفين بسلفيين جهاديين.
أظن بالطبيعة في علاقة بتنظيم القاعدة والخلفية العقائدية. الواحد يفهمها يلزم يرجع الكتابات سيد قطب أبو الأعلى المودودي، وأيضا للمذهب الحنبلي وابن تيمية خاصة، يعني الواحد باش يحطها في إطارها العقائدي. الناس هذوما يؤمنوا بأن المجتمع حتى وإن كان مجتمع مسلم كما المجتمع التونسي هو مجتمع جاهل ما لم يحكم بشريعة الشريعة بطبيعة الحال. الجاهلية والتي تستوجب بعد ذلك التكفير والقتل. هذا موجهين يعني في إطار استرسال يعني مع الأفكار باش تكون الصورة واضحة حتى للسادة المشاهدين. بطبيعة الحال حتى السلطة تكون سلطة كافرة جاهلة وكافرة بطبيعة الحال، وهي تمثل الطاغوت، والأعوان سواء المؤسسة الأمنية أو العسكرية هم أعوان الطاغوت أو جند الطاغوت. وهذا على أساس يعني تكون التعامل معهم بالطريقة اللي شفناها، باعتبار أنه التعامل معهم كأنهم كفرة يستوجب يعني قتلهم ما لم يعودوا إلى ما يريد هؤلاء. بطبيعة الحال الهدف الأساسي والهدف الاستراتيجي للجماعات هذوما هو إقامة دولة إسلامية، ولكن بطريقتهم الخاصة بقوة السلاح. بمعنى أنه الخط الإخواني مثلا الإخوان المسلمين خطهم يختلف، ولكن الهدف الاستراتيجي واحد هو إقامة دولة إسلامية. الإخوان المسلمون يبدأون بأسلمة الفرد، أسلمة المجتمع، ثم أسلمة الدولة بطبيعة الحال في إطار واقع من الديمقراطية على وفق منظورهم بطبيعة الحال، لأنه حتى الديمقراطية تقف بعد أن يصلوا إلى الحكم. بالنسبة لهؤلاء يعني إذا كان نرجع لها التحليل هذا، يعني الهدف نتاعهم الأساسي الآن هو إسقاط الدولة المدنية، الدولة التونسية، وإدخال بطبيعة الحال فرض مشروع مجتمعي جديد بقوة السلاح وليس بالحوار. يعني ما عندناش مشكل مع أي تيار إسلامي أو حركة إسلامية يتفاعل مع المجتمع ويتعامل معه حتى سياسيا في إطار منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية وفي إطار بطبيعة الحال مفاهيم الديمقراطية. ولكن أن تأتي وتفرض وتحاول أن تفرض آرائك ونموذج مجتمعك بقوة السلاح رغما عن الشعب، فذلك ما نختلف فيه. يعني باش تكون الصورة واضحة، ما ثماش إشكالية مع الحركات الإسلامية، لكن الإشكالية مع من يحمل السلاح ضد الدولة. بطبيعة الحال هنا وقت نوصل للهدف اللي هو إسقاط الدولة، وهذه بطبيعة الحال مش تدخل في إطار حرب مع الدولة ومؤسساتها. ومنطق الحرب ومن آليات الحرب البسيكولوجية أو الحرب النفسية، وهذا ما نلاحظه حاليا يعني في العمليات هذه وفي الصور اللي تفضلت كما قلت بعرضها أن جانب من الحرب النفسية، بمعنى أنه إدخال الفزع على الشعب على المواطنين من خلال هالعمليات، من خلال وحشية العمليات، من خلال قتل مباشر لأعوان الأمن وللأعوان المؤسسة العسكرية، وصولا بطبيعة الحال بعد ذلك إلى التفجيرات، يعني سواء محلات سكنية أو دي سونتر كوميرسو مراكز تجارية ومؤسسات حكومية. بطبيعة الحال هنا الهدف موجه للسلطة وللشعب. للسلطة لتفكيك هياكل المؤسسات الرسمية وضرب السلطة في إطار الإعداد لإقامة دولة بديلة لهذه الدولة، والشعب ترهيب الشعب بطبيعة الحال، إدخال الخوف للحد من مقاومته لهذه الجماعات. وشفنا احنا في الجزائر خلصت يعني ضريبة كبيرة قرابة 350 ألف قتلى من القتلى نتيجة العمليات هذه، ولحد الآن ما زالت تعاني. يعني مثلا سنة 2012 سجل 175 عملية إرهابية في الجزائر رغم تو مرور أكثر من 10 سنوات يعني على بداية الحرب هذه ونجاح السلطات الجزائرية في ذلك. بطبيعة الحال هنا سؤال نقولوا شنو توا احنا يعني هذه هي أهدافها وهذه استراتيجيتها وهذه سياستها في الاتجاه هذا. شنو بالنسبة للسلطة وبالنسبة للشعب باش نجموا نقوموا احنا في كرد فعل على الموضوع هذا، لانه كما قلت الهدف اشاعه خوف، اسقاط دوله. هل المؤسسه وهل السلطه مستعده لهذه المواجهه، وهل الشعب مستعد لهذه المواجهه؟ هذا ان سمحت نكمل في التحليل والا نعود لهم بعد يعني لمزيد من التحليل. يتفاعلوا معك جماعه سفيان وانت زاده سيده بتفضل. أنا حبيت نقول إنه ممكن نتواصل مع سي ناصر. يمكن إنه الإرباك معناها الإرباك
الارباك اللي قاعد يحاولوا انها هي استراتيجيه نتاعهم، معناها هي استراتيجيه عمل نتاعهم. دونك يحب يربك المجتمع، انه هو يحلك معناها واجهات والمجتمع يتربك، معناها هذه في ثقافتهم. لكن هما اسك دارسين خصوصيه المجتمع، لانه كل مجتمع وخصوصيته. دكتور بن سلطان نجم نجاوب عليه السؤال هذا نتاع دارسين المجتمع ولا لا المجتمع التونسي. دقيقه بسامحني وانتم بسامحوني فاصل قصير ونرجع نحكيو. داكور. ملي حليت عينيا قالوا لي اللي تعيشوا انت اليوم نجم نعيشوا انا غدوه. تعلمت نحط روحي في بلاصة غيري، ومن اليوم انا معاكم، نعاونكم، نأمنكم، ونحب لكم اللي نحبوا روحي، على خاطر مع الزيتونة تكافل الكلنا واحد. الزيتونة تكافل أول شركة تأمين تكافلي في تونس، تأمن على الأفراد والممتلكات بطريقة عصرية وشفافة حسب قواعد المالية الإسلامية. مع الزيتونة تكافل الكلنا واحد. الزيتونة تكافل، مبادئ نتقاسمها. كل واحد يتحصل على لوتو كولون ويبعث SMS عن 85 990. جوهرة FM تربح كل يوم مليون كاش. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Grandir avec Materna. هو غابت أمه لحظة عن عينيه، فما صغار فقدوا عائلاتهم مدى الحياة. مساهمة تراها أنت صغيرة تصنع فرق كبير وتفرح قديش من صغير. مرحبا بكم مرة أخرى، وإحنا نحلوا في الوضع الأمني ومع المختصين متاعنا دكتورة بدرة قعلول والدكتور ناصر بن سلطانة. تفضل دكتور. قلت انه هذه الاستراتيجيه العامه نتاعهم، وهذه كيفاش كانوا خدموا مع افغانستان ومع ايران ومع السودان ومع الصومال ومع الجزائر. لكني انا ديما نؤمن كمختصه في علم الاجتماع انه كل مجتمع عنده خصوصيته، خصوصية المجتمع التونسي. اليوم أنا كي نشوف نلقى روحي معناها في الشارع، نلقى إني الناس الكل ربي مع الأمنيين وإحنا مع الأمنيين، والأمنيين عندهم إصرار. يعني أنت ما أحبطتنيش نفسانيا، ما دمرتنيش نفسانيا، انت عطيتني بالكشي شحنه انا باش ناقف لك. وهذه الحاجه اللي انا تويكا قاعده نشوف فيها السخط، يعني سخط اني انا متنرفز عليك، اني انا غاضب على اللي تعمل فيه، لكن وفي نفس الوقت اللي انا واقف لك بالمرصاد. المجتمع التونسي واقف بالمرصاد، ما خفتش وما حطيتش روحي في كوام معناها وسكرت على روحي وقلت يا ربي ابعث لي الحل، والا اني انا باش نستسلم كريمون معناها للمجموعات هذه. شنو تحب تعمل هي؟ معناها ترهبني انا، تجيب تعمل كمين في الشعامبي، كمين في قبولات في سيدي علي بن عون وباش نسمعوا معناها ننتظروا لا باش نسمعوا خاطر هذوما دي زيتانسيل معناها يرميوا فيهم، يعني باش يشوفوا ردة الفعل. لكن ردة الفعل هذه أعطت شحنة جديدة للمجتمع التونسي. أولا فاق إنه الإرهاب، وأنا هذا اللي على غالب رب ذرة نافعة معناها فهمت، إنه فاق إنه الإرهاب فعلا موجود في البلاد، واللي قالوا إنه فزاعة وإلا ما نعرفش شنية، وإلا ينحي في الكوليسترول في شعامبي، لا
موجود، هذا واقع موجود ويلزم يتعامل معاه، وهذا واقع وقت اللي يشوف حركة غير عادية لمجموعة معينة يلزم يتحرك ويمشي يديكلاري عليه. وهنا ولات فما علاقة جديدة ما بين رجل الأمن والمواطن، ما نقولش بين المؤسسة الأمنية لأن المؤسسة هي معناها حكاية أخرى، لكن بين رجل الأمن والمواطن ولات فما علاقة ما بيناتهم على المستوى الشخصي نجم نقولوا مش شخصي، لكن فما علاقة، فما الفرد بلوتو الفرد وفما نوع من المصالحة لأن المواطن يتأكد إذا كان رجل الأمن ماهوش محمي وما ينجمش يحمي روحه، أنا كمواطن شنية مسيري. إضافة صغيرة كلمة عثمان وسامحوني الأخيان، يعني هنا ثم مسألة هامة زاد المواطن التونسي بوعيه نعتقد أنه فاق بها، هي تحييد المؤسسة الأمنية عن الشعب وعن المواطن، لأنه فيها جانبين، هذه يعني ممكن أن الواحد يعطي فكرة حتى للسادة المشاهدين. الجانب السلطة في تعاملها مع المؤسسة الأمنية، وفيه هنا جانب محاولة إبعاد المؤسسة الأمنية على الشعب وخلق نوع من القطيعة ما بين المؤسسة الأمنية والشعب، وبطبيعة الحال هذا معروف بسبب أنه محاولة استعمال المؤسسة الأمنية لضرب الشعب، وحتى أنه تكون هالعلاقة المتوترة والدائمة. ونشوفوا احنا حتى المؤسسة الأمنية، وهذه بطبيعة الحال مش وليدة اليوم، لكن هذه سياسة حتى في أغلب الدول العربية والدول الأفريقية والدول الديكتاتورية معمول بها. محاولة السيطرة على المؤسسة الأمنية، تفقير أعوانها وإطاراتها، يعني من خلال بطبيعة الحال السالير نتاعهم التي لا تتوافق ولا تتماشى مع المسؤوليات نتاعهم، من ناحية التجهيزات وتكليفه أيضا بأشياء غير قانونية مخالفة للقانون ومجبر أنه يطبقها على الشعب رغما عنه، لأنه ليس هناك يعني. باش تسمح لي نقاطعك دكتور ذولي تفهموني، باش نمشي مباشرة الملك يزيد ومعها سيد شكري حميدة، نطق رسمي باسم نقابات قوات الأمن الداخلي. ملك بك مريم، مرحبا بكل اللي تابعوا فينا على قناة نسمة. كما كنت وعدتكم من قبيله الصورة هاي جاية يظهر لي، نستناو فيها. مرحبا بك مريم، مرحبا بكل اللي تابعوا فينا على قناة نسمة من قبيله. نطق الرسمي لنقابات قوات النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أعطانا بعض التوضيحات الإعلاميين اللي قاعدوا يستناو، خصوصا انه حكى اليوم على قرارات مصيرية تهم سلك الأمن. سي شكري حمادة مرحبا بك، حبينا نعرفوا شنو هي أهم القرارات المصيرية اللي حكيتوا عليها اليوم واللي اتخذتوها اليوم في الاجتماع وفي الجلسة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. على اتعاظا من درس 14 جانفي 2011 قررنا اليوم كنقابه وطنيه مسانده الشعب التونسي بصفه تامه فيما يخص مطالبه الشرعيه. اليوم لا سياده للشعب، احنا مع الشعب التونسي في قراراته وباش نحمي الشعب التونسي في تظاهراته السلميه، وهذا موقفنا وهذا موقف نعلن عليه اليوم بعد الاجتماع اللي تم في الجلسه العامه هذه. اهم النقاط في ضمنها البيان نحبوا نعرفوا. من اهم النقاط في ضمنها البيان هو النقطه هذه هي مسانده الشعب التونسي. كذلك احنا باش نحطوا لجنه خليه ازمه لمجابهه الارهاب باش تكون من كافه اسلاك المؤسسه الامنيه، الساده القضاه، المؤسسه العسكريه وكذلك الديوانيه التونسيه، وسنستعينوا بالخبرات من رجالات الامن المتقاعدين اللي عندهم اختصاص في مجال مكافحه جريمه الارهاب. هذه اللجنه النقابه الوطنيه تقدم مشروعها للوزاره، واللجنه هذه لابد من احداثها، واليوم هي اللي لازم تكفل مشروع الارهاب. اليوم القاسم المشترك اليوم عندنا في تونس بين التوانسه الكل هو مجابهه هذه الجريمه، واحنا نراو اللي عندنا فشل امني على مستوى مجابهه هذه الجريمه، ثم قله خبره، ثم نقول فشل كبير في المؤسسه لمجابهه هذه الجريمه، ولذا لابد من احداث هذه الخليه. ويظهر لي هذا اكبر معناها اكثر نقطه اللي شفتها اليوم انا في البيان، واللي هي لابد من احداث اللجنه هذه. كذلك لابد من تامين الساده القضاه وخصوصا منهم اللي قاعدين يباشروا في قضايا الارهاب، لابد من تامينهم وتامين عائلاتهم، هكا حتى نضمنوا معناها انه اليوم كي نوقفوا نقاضيوا بصفه معناها القاضي يكون يخدم في اريحيه تامه. كذلك عندنا جنازه وطنيه وسيحدد تاريخها، وهو في البيان توزر التاريخ نتاعها لشهداء الوطن من الامنيين، والجنازه هذه باش تتم في ضريح الشهداء في وزاره الداخليه، وسننظم مسيره سلميه والمسيره مفتوحه لكافه كومونات المجتمع المدني ودون المساس بالعمل العادي، يصير العمل العادي للبلاد. وان شاء الله المسيره هذه الشعب التونسي سندنا فيها كمسانده للمؤسسه الامنيه تحت هذه الجريمه. واضح. اين
موقع وزارة الداخلية من القرارات هذه ومن الجلسة هذه، وهل هناك نية لإضراب عام في القطاع؟ ليست هنالك نية في الإضراب عام، وليس لنا الحق في هذا الإضراب العام بحكم أنه الظرف الحالي اليوم ما يسمحش أنه باش نتخلاو على مواقع العمل نتاعنا. بالعكس احنا طلبنا في البيان مضاعفة الجهود والترفيع في درجة اليقظة لمجابهة الإرهاب. احنا اليوم متحملين مسؤولياتنا وإن شاء الله ربي يوفقنا. كذلك سنقاضي كل من كان له سببا في استشهاد أبنائنا. شفنا أنه في عملية قبلات، وشفنا كذلك في عملية سيدي بوزيد، وفي العمليات الإرهابية كل هنالك نقص كبير على مستوى المعدات. سمعنا لكونه جات تجهيزات من قطر وجات تجهيزات من عديد البلدان، الا انه اليوم الناس تخدم في الميدان من غير صدريات واقيه، من غير خوضات واقيه للرصاص. شفنا حتى كيفيه التعامل مع الارهاب. لابد من تغيير استراتيجيتنا، واحنا باش نحملوا المسؤوليه الكل على راسهم رئيس الحكومه فيما يخص هذا المجال. كذلك احنا من القرارات هو سنقاضي رابطه لجان حمايه الثوره اللي هدت بما يوجب عليه العقاب الجنائي، والناس هذه ظهرت اللي عندها خلفيه في تهديدنا قتلنا رميا بالرصاص. معناها الناس هذه عندها اليوم اصبحت هي القاضي وتحدد كيفيه تنفيذ حكم الاعدام فينا رمي بالرصاص. سنقاضيها وسندعو السيد وزير الداخليه الى حل هذه الرابطات من اجل مخالفتها لقانون الجمعيات. واضح. شكرا لك سي شكري حماد. انا فقط مريم حبيت نقول لك بعض الكلمات اللي كان اليوم قالها لنا احد الامنيين، قال اللي قد يخترق الرصاص صدور يخترق عزيمتنا بكرامتنا. بالكلمات هذه نوفى اليوم النقل المباشر من اكودا. سوسه ملاك اليزيد، قناه نسمه. شكرا لك ملاك. وعلى التغطية هذه زياد توتسويت باش نعطيك الكلمة باش تتفاعل مع الكلام اللي سمعناه توا من السيد شكري حمادة. نسمعنا مساندة الشعب التونسي الوقوف إلى جنبه، هذه الكلمة الأولى اللي جات، ويعني هوني المصالحة اللي كنا نحكيو عليها توا مع ضيوفنا. أنا نتوجه بالتحية لصديقنا النقابي شكري حمادة وكل النقابيين اللي معاه، ونعتبر اليوم أنه إعلانهم الالتزام الكامل بأنهم يكونوا جزء من شعبهم، بأن يكونوا مع المواطنين متاعهم، بأن يكونوا في حماية المواطنين متاعهم. شفناها كيفاش قال رغم كل الضيم اللي مسلط عليهم، ورغم اللي هم قاعدين يدخلوا في معركة يفتقدوا فيها للتجهيزات، يفتقدوا فيها أقل العناصر المادية اللي ممكن توفرهم الحماية، لكنهم أكدوا قال لك نحن مع ذلك ماناش نضربوا وباش نقدموا ونواصلوا أن نقوموا بالواجب نتاعنا في حماية المواطنين وفي خدمتهم، وهذاك علاش يستحقوا منا كل التقدير. ولا بد زاد من هنا ما ننساوش أنه الإشادة بالموقف اللي أخذته الوزارة وسيد وزير الداخلية بوقف التتبعات ضد الأعوان هذوما وتفهمهم خلاف للدعوات الحاقدة والانتقامية اللي صدرت على أطراف أخرى في الحكم، واللي طالبت معناها بمعاقبتهم إداريا وحتى قضائيا إلى آخره. زياد يحكيوا على هيبة الدولة، عاد قال لك هيبة الدولة، هم علاش باش